تخيلوا معايا من بعد ما دازت 6 سنين هاد جوج عيالات غادي يعرفوا بلي وليداتهم ماشي ولادهم ديال بصح، وتحكم عليهم باش يتبادلوا الولاد ما بيناتهم. تخيلوا كيفاش غادي يكون الاحساس ديالو. المهم هادشي وقع في 2018 في البيرو، جوج عيالات ولدوا تقريبا في نفس الوقت في واحد السبيطار ديال الدوله تما. يلا دوك الوليدات مساكن حلوا عينيهم في الدنيا كيشوفوا النور لاول مره برا كرش مواتهم، وشي وحده تما في داك السبيطار الله يسمح ليها دارت واحد الغلطه، وماشي اي غلطه، هذه كارثه ديال بصح. شدت دوك الوليدات وبدلت بيناتهم، كل وحده شدت ولد الاخرى ومشات لدارها فرحانه به وهي ما فراسها ما تعاود. ولكن وحده من هاد الامهات مسكينه قلبها حاس ديك الساعه في السبيطار فاش عطاوها ولدها، شافت دوك الحوايج اللي ملبسينه وديك المنطقه اللي مغطيينه بها ماشي ديالها، داكشي ما تخليهاش راسها. مشات نيشان عند فرمليه بحال اللي غادي تقول لها ردي البال اختي. قالت ليها شوفي هادشي ماشي هو هذاك، يمكن هذا ماشي ولدي. اخراش عملت بلاصه ما تثبت وتشوف، جاوبتها بروده واش تسطيتها لا مالكي ها الورقه بسميتك وبسميه راجلك وسيري في حالك بركه من الوسواس. صافي المراه مسكينه شافت سميتها تهدنت وقالت يمكن غير تخربقت مع الفرحه والولاده، ما عرفتش بلي داك الشك الصغير اللي جا هذيك الساعه راه هو اللي كان صحيح 100%. ودازت على هادشي 6 سنين، 6 سنين ديال بصح، 6 سنين وهاد الامهات كيكبروا في ديك الوليدات، كيبغيوهم اكثر من راسهم، كيعطيوهم الحنان الكامل، كيسهروا معاهم في المرض، كيفرحوا لفرحهم، وهما في الحقيقه ماشي ولادهم. تخيلوا معايا 6 سنين ديال العشره، ديال الذكريات، ديال الضحك والبكاء، ديال الحوايج الصغار والكبار، وهما عايشين في غلطه كبيره وما في خبر حد. حتى العام 2022 بدات القصه كتنكشف. وحده من هاد الامهات بغات تطلب نفقه من الراجل اللي ولدت معاه واللي كانت كتحسبه باه، حيت ما كانش كيعاونها في المصاريف ديال الدري. باش الامور تكون قانونيه قالوا لهم ديروا التحليله ديال ADN داكشي ديال الوراثه باش يتاكدوا، وتما فين تقلبت الدنيا عليهم، تما فين طاحت الصاعقه. التحليله خرجت بان الدري ماشي ولدك الراجل، ولكن المفاجاه الكبيره والكارثه ديال بصح ماشي حتى ولدها هي. تخيلوا معايا الصدمه اللي غادي تكون ضربت هذيك الساعه. المراه تصدمت قالت لا هادشي مستحيل، يمكن غالطين في التحاليل. عاودت دارت التحاليل مره اخرى في بلاصه اخرى ونفس النتيجه خرجت، الدري ماشي ولدها بيولوجيا. تما مسكينه رجليها فشلوا، عرفت باللي ديك الشك اللي كان جاها النهار ولدت في السبيطار كان بصح. مشات كتجري للقانون للمحاكم، بدات رحله طويله ديال الاجراءات والبحث والتقليب، وفي الاخر بعد مده بانت الحقيقه المره قدام كلشي. الوليدات راه تبدلوا ليهم في السبيطار ديال خاين في 2018 بسبب غلطه ديال الفرمليه. ودابا في هذه الايام الاخيره المحكمه ديال الاسره تم حكمت بالحكم صعيب، كل دري خصو يرجع لمو وباه الحقيقيين. تخيلوا معايا المشهد، دراري صغار في عمرهم 6 سنين عايشين حياتهم كلها في واحد الدار مع ناس كيحسبوهم والديهم وخوتهم وعائلتهم، وفجأة يجي شي حد يهزهم من ديك الدار، من ديك الحنان اللي ولفوا، من ديك الوجوه اللي كيعرفوا، ويديوهم لدار اخرى للناس عمرهم شافوهم في حياتهم، واخا هما والديهم اصليين، ولكن بالنسبه لدوك الدراري صغار راهم غرباء، راه كارثه نفسيه ليهم. والامهات مساكن الله يحسن العوان، ديك المراه اللي ربات 6 سنين، اللي سهرت ليالي، اللي كبرت وعلمت، اللي قلبها تعلق بديك الولد، دابا خصها تخلى عليه تشوفوا غادي لدار اخرى، وفي نفس الوقت خصها تستقبل ولد اخر اللي هو ولدها ديال بصح، ولكن بالنسبه ليها حتى هو بحال شي غريب ما كتعرف عليه والو، ما بيناتهم لا عشره لا ذكريات. دابا راه هاد العيالات وديك الدراري متبعين مع الاطباء النفسيين باش يحاولوا يتجاوزوا هاد الصدمه وهاد المحنه اللي كثر من القياس، والامهات راهم طالبين تعويض كبير من السبيطار ومن المسؤولين، حيت هادشي اللي وقع لهم راه ماشي ساهل، ومشى لهم سنين من عمرهم وعمر ولادهم. ولكن في نظركم اش من تعويض غادي يرجع لهم ديك الوقت اللي ضاع، واش من فلوس تقدر تنسيهم هاد العذاب وهاد الفراق المر؟ والو. المهم هاد القصه للعبره، كتخلي بنادم يفكر بزاف في الحياه وفي الصدف وفي الاخطاء اللي يقدر يخلص ثمنها الناس ابرياء. اش بان لكم نتوما؟